شوي. تفضل شيخ، تفضل شيخ. احضر اجتماع طارئ محافظة مطروح، مجلس العمد المشايخ، سكرتير المجلس. عقد اليوم اجتماع طارئ لمجلس العمد المشايخ برئاسة السيد الشيخ مبروك مؤمن عبد الزين رئيس المجلس، وبحضور السيد النائب عيسى ابو تمر والسيد الاستاذ جمع السريحي عن نقابة محامين مطروح. حول اجتماع الاحداث المؤسفة التي وقعت بمدينة جيلة، والتي راح ضحيتها 3 من أمناء الشرطة، وكذلك تصفية وقتل شابين من أبناء محافظة مطروح على يد بعض رجال الشرطة، والمجني عليهم هم فرج رباش ميزك ويوسف عيد فضل خارج إطار القانون. وقد استعرض الجميع هذه الأحداث، وتحدث أغلب السادة العمد والمشايخ والنواب السابقين والحضور جميعا قد استفاضوا في هذا الأمر، وعليه تم الاتفاق بالإجماع على التوصيات الآتية. أولا، يتقدم المجلس نيابة عن أهالي محافظة مطروح بخالص العزاء لذوي المتوفين، وهم 3 من رجال الشرطة و2 من أبناء محافظة مطروح، كما يستنكر المجلس ويدين هذه الجرائم. ثانيا، اتفق الحضور جميعا على المطالبة بلقاء السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشرح الأوضاع لسيادته ورفع الظلم عن أبنائنا، لأننا على ثقة تامة أنه لن يظلم أحد في عهده. ثالثا، تمت الموافقة على تفويض لجنة ال14 هم المفوضين عن المجلس باتخاذ ما يرونه من إجراءات في هذا الشأن، ومخاطبة وعرض ملابسات هذه القضية على الأجهزة المعنية بالدولة، كما لهم الحق في اتخاذ ما يرونه مناسب في رفع الظلم عن أبناء محافظة مطروح. رابعا، يهيب ويطالب مجلس العمد المشايخ الأجهزة الأمنية بالمحافظة عدم تكرار أخذ النساء رهائن لدى أقسام الشرطة بالمحافظة، لأن ذلك لا يقره شرع أو قانون أو عرف. خامسا، يطالب المجلس بالتحقيق العادل والشفاف فيما تم من إجراءات يطالب المجلس بالتحقيق العادل والشفاف فيما تم من جرائم راح على أثرها ضحايا أبرياء، ونخص منهم فرج رباش ميزك ويوسف عيد فضل، الذين تم تسليمهم للجهات الأمنية بغية التحقيق معهم، إلا أنه قامت بعض أجهزة الشرطة بتصفيتهم وقتلهم خارج إطار القانون دون تحقيق، ولأن المتوفين ليس من قبيلة الجاني الأول، وهو ما يسبب فتنة بين أبناء قبائل